صدمتين أثروا في حياة الفنان إبراهيم الشامي. أول مرة لما استشهد ابنه ناصر في 67، وتاني مرة سنة 85 لما احتفل بزفاف ابنه محمود في مصر، وسافر تاني يوم لتونس علشان يشارك في مسلسل غوايش اللي كان بيقوم فيه بدور راجل صعيدي ابنه مات يوم زفافه، وطول المسلسل كان بيدور على المجرم اللي عمل في ابنه كده. القدر كان مرتب أحداث مشابهة تقريبا، فمحمود سافر هو وعروسته بعد كام يوم من الفرح لليونان علشان خاطر يقضوا شهر العسل، لكن في الطريق الطيارة تم اختطافها، وللأسف قتل محمود. وده أثر على الفنان إبراهيم الشامي بشكل كبير. الصحبة اتكلمت عنها لدرجة إن وقت عرض المسلسل الناس افتكرت إنه بيتكلم عن قصة حياته. طبعا الله يرحمهم هما الاتنين. في حكايات تانية لمشاهير تانية وللحديث بقية.